بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن لكل حكاية بداية، وبداية حكايتنا بمدينة بغداد وفي زمن الخليفة هارون الرشيد. كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان حمال غلبان قليل المال كتير العيال تعبان وشقيان اسمه الهندباد. وفي يوم اشتد فيه الحر كان الحمال ماشي وعرقه بيسيل وعلى ظهره حمل تقيل. مر الهندباد على قصر كبير حواليه حديقة جميلة فيها أزهار وأشجار وهواها يشفي العليل. يسند الحمال ظهره على القصر ويقول يستريح في ظله، يحط حمله ويقعد يجفف عرقه ويشتكي للي خلقه. حكمتك يا رب، ياه الحمل تقيل مع إن أجره قليل. يقعد الحمال في حديقة القصر ويشم ريحة الأزهار الجميلة. الله الله على صنع الله. ايه ده؟ ايه الريحة دي؟ اتغيرت الريحة لريحة شواء لذيذة هبت على الحمال من ناحية القصر. ياه ريحة الأكل تجوع الشبعان، ما بالك بقى بالجعان. وشوية وتعلى أصوات الغناء والموسيقى فيفتكر الحمال إن أصحاب القصر أقاموا الأفراح والليالي الملاح. وأول ما الهندباد شاف خادم من خدام القصر خارجين نادى عليه وسأله عن اسم صاحب القصر. استغرب الخادم من السؤال وقال للهندباد انت ازاي ما تعرفش صاحب القصر؟ هو في حد في بغداد كلها ما يعرفش السندباد البحري اللي ركب البحار ولف الأقطار وشاف العجايب وواجه الأهوال والأخطار؟ يرجع الحمال لمكانه ويقعد يفكر، ياه بقى كل النعيم ده عند السندباد جابه ازاي ومنين جمع كل الثروة دي؟ ويبص الهندباد لجمال الحديقة وفخامة القصر وكل النعم اللي عند السندباد اللي لا ليها عد ولا حصر، ويبص لحاله وحياته اللي كلها بؤس وتعب وشقاء. يغضب الحمال وبعلو صوته يقول يا رب سبحانك تغني من تشاء وتفقر من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ده أنا تعبان وشقيان علشان أجيب قوتي وقوت عيالي، وهو السندباد عنده كل النعم دي وهو مرتاح قاعد في القصر وثروته لا ليها عد ولا حصر. عمل ايه السندباد انا ما عملتوش علشان يبقى عنده كل النعم دي وانا محروم من الراحة والنعيم؟ وكأني جيت الدنيا علشان اتعب واشقى وغيري يرتاح. وفجأة يخرج خادم من القصر وبخطوات سريعة يروح ناحية الهندباد ويبلغه انه لازم يحضر في التو والحال قدام سيده السندباد. يرتبك الهندباد الحمال ويخاف، معقول يكون السندباد سمع كلامي؟ حاول الهندباد انه يعتذر للخادم ويفلت من ايده، لكن محاولاته كانت من غير فايدة. اخذ الخادم الحمال ودخل القصر ووصل بيه لغرفة فخمة جدا. أول ما اتفتحت أبوابها شاف الهندباد ترابيزة كبيرة عليها أطعمة أشكال والوان، وشاف أغنياء المدينة قاعدين مترصصين حوالين راجل جميل الصورة وقدره عظيم باين عليه الحكمة والهيبة. شكله كده عاقل ورزين، من هيئته وهيبته عرف الهندباد انه يبقى السندباد صاحب القصر اللي كان عمال يجيب في سيرته. وبمنتهى الكسوف والخجل سلم الهندباد عليه وهو موطي راسه. شاور له السندباد وقربه منه لحد ما مشي عنه الخوف واطمن له. رحب السندباد بالهندباد ودعاه للطعام. أكل الهندباد لحد ما شبع، وبعد كده فضل يدردش معاه. سأله عن اسمه وشغله، وفي وسط الكلام سأله ممكن تعيد عليا الكلام اللي قلته من شوية وانت قاعد تحت القصر؟ يرتبك الهندباد الحمال ويتحير.
سامحني يا سيد السندباد، أنا قلت اللي قلته من تعبي ويأسي، أرجوك تعذرني وتقدر خوفي وضعفي. يرد السندباد: ومين قالك إني زعلان منك؟ أنا لو زعلان فأنا زعلان على حالك ومش عاوزك تعمل تكليف بينا. من اللحظة دي تقدر تعتبر نفسك صديقي وأخويا كمان. بس أنا عاوز أفهمك حاجة غايبة عنك. أنت فاكر إن ثروتي وكل النعيم اللي أنا فيه ده جالي بالسهل كده من غير تعب وعناء؟ عاوز أقولك إني وصلت لكل ده وبقى عندي كل الثروة دي بعد ما عانيت وقسيت وواجهت الأهوال والمخاطر. أنا هحكي لك بالتفصيل كل اللي حصل معايا في رحلاتي السبع وكل اللي واجهته وقابلته من مخاطر تشيب من هولها الولدان، وهتعرف بنفسك قد إيه تعبت لحد ما وصلت للسعادة والراحة والهناء. ركز معايا واسمع اللي ما يخطرش على البال. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان، تتوقف الحكاية ولا يتوقف الزمان. لو عاوزين تعرفوا حكاية السندباد استنونا في نفس الميعاد، هنتقابل مع السندباد وهنسمع عن مغامراته وحكاياته بين البلاد والعباد. أطفال العيلة اعملوا الليلة ليلة وليلة